اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة. عايزة اقول لكم بقى النهارده مبسوطة جدا 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 جدا. نزلت جبت يميش رمضان. مبسوطة زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، لان ما كنتش متوقعة ان انا هجيبه اساسا. كنت جايبه شويه حاجات بسيطه كده، يعني كام، يعني حاجتين ثلاثه بس كده. فطبعا جوزي بقى فاجئني ونزلنا جبنا شويه الحاجات دول. فطبعا يعني انا لما بنزل معاه بقى بجيب كل حاجه، فاهمين بقى اللي هو انتوا عارفين كل واحده اصلا لما جوزها بينزل معاها بتجيب بقى، خلاص هو هيدفع فبتنقي بقى اللي هي عايزاه. عايزه اقول لكم كده، لو اول مره بتشوفيني ما تنسيش كده تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل عشان يوصلك كل فيديوهاتي الجديده يا ست الكل. وحطي لايك للفيديو، وبشكر كل الموجودين معايا، وجودكم معايا بيشرفني وعلى راسي من فوق. عايزه كمان اقول لكم ان الفيديوهات اليومين دول يعني المشاهدات عليها قليله شويه والتفاعل قليل، بس انا عارفه ان انتوا كلكم مشغولين. اللي مشغول في الحاجات المشتريات بتاعه رمضان، واللي مشغول في التنظيفات بتاعه رمضان، اللي بتنظف شقتها، اللي بتجيب حاجه بيتها وكده. فانا عارفه ان كلكم مشغولين، ربنا يعينكم ويقويكم يا رب. وقت ما تفضوا بقى تبقوا تشوفوا لي الفيديو كده، وتحطوا لي لايك للفيديو كده وتشيروه، وتحطوا لي كلمه حلوه كده منكم. اول حاجه بقى، زي ما شفتوا في الفيديو اللي فات، احنا خلصنا وخلصت اللي ورايا وكل حاجه، ونزلت بقى عشان اجيب الحاجات دي. عايزه اقول لكم يعني السوق زحمه، كل الناس عليها زحمه، كل المحلات سواء علافه خضار بقاله، كله زحمه زحمه زحمه، الناس كلها في الشارع. اليوم ده كان يوم وقفه رمضان، اللي هو كان صباح رمضان، يوم الجمعه اللي هو هنسحر فيه. فعايزه اقول لكم كان زحمه موت موت، يعني مش عارفين نمشي. والتكاتك بالذات دي كانت زحمه الدنيا جدا بزياده. يعني مش عارفه السوق زحمه، الناس نازله، التكاتك نازله السوق تعمل ايه مش عارفه. المهم تعالوا بقول لكم على الحاجات اللي انا جبتها. واقول لكم اسعارها. اول حاجه جبتها لافه قمر الدين اللي هناك دي. لافه قمر الدين دي اسمها الوكيل. هما بيقولوا كانت احسن نوع، بس بصراحه القمر الدين اللي انا عملته احلى والله بجد. كانت ناشفه قوي كده جامد، يعني عامله زي البلاستيك. فبصراحه ما عجبتنيش. كنت جايباها بكام اللفه دي؟ ب 80 جنيه. جبت كمان علبة البلح دي، البلح اللي هو الطري شوية، اللي هو العجوة، حلو جدا، اللي هو الرطب ده. كان عامل كام البلح؟ العلبة دي كانت عاملة 45 جنيه. انا جبت لكم الاسم بتاعها. كمان جبت التينية دي. التينية دي عاملة كام؟ عاملة 80 جنيه، 80 جنيه او 85 جنيه. تمام. انا فاكرة السنة اللي فاتت كنت جايباها ب45. ليه غلي ده كله مش عارفة. المهم جبت جوزة الهند. الربع كيلو عامل 55 جنيه. ده مش ربع، تمام. انا وزنت كده شوية، والعلبة دي ناقصة عشان انا كنت واخدة منها حبة. تمام، يعني ربع جوزة الهند كان عامل 55 جنيه. كمان جبت الزبيب. الزبيب طبعا كانت اسعار مختلفة، يعني كان في ربع زبيب عامل 60 جنيه، وفي عامل 80 جنيه، وفي عامل 40. انا جبت الربع ده كان عامل 60 جنيه، اللي هو الحباية الكبيرة شوية ولونها فاتح. كان في حباية صغننة قوي كده وغامقة، وفي حباية كده لونها بني، بس انا عجبتني دي جبتها. جبت كمان ربع كيلو سوداني. ربع كيلو سوداني ب40 جنيه، اللي هو نص فص. تمام. جبت المشمشية دي. كانت عاملة كام مش فاكرة والله المشمشية، بس تقريبا كانت عاملة 80 جنيه. ده كان ربع برضو. بصوا انا جايبه من كل حاجة ربع كيلو. تمام، ربع كيلو لان الحاجة غالية جدا جدا. تمام. ويعني على قدنا، فاهمين، هو على قدنا يعني. جبت كمان اللوز ده كان جايبه برضو ربع كيلو ب140 جنيه. تمام. كل حاجه زي ما قلت لكم رباع. ده ربع كيلو ب140، والحبايه اللي هي وسط، يعني مش صغير قوي ولا هو برضو كبيره قوي. جبت كمان البندق، والبندق ده عامل 150 جنيه، برضو ربع كيلو. اللي عايزه اقول لكم المكسرات دي انا دقتها قبل ما اخدها، فكانت صبحه وحلوه يعني. تمام. عايزه اقول لكم الناس بتشتري، يعني الناس كانت واقفه عليه بتشتري بالنص بالانصاص وبالكيلو. فاسعار غاليه جدا مش عارفه يعني كميه كبيره، يمكن يكون مثلا هيفرقوها او حاجه يعني. جبت عين جمل. عين الجمل دي عامله 120 جنيه، بس دي مش ربع كيلو، دي كانت تقريبا 200 جرام. مش ربع، هي كانت علبه كده، هو يعني هو عبى على قد ما العلبه خدت. فالعلبه خدت 200 جرام. ال 200 جرام بكام؟ ب 120 جنيه. جبت بقى الكاجو ده مبسوطه جدا. جبت كاجو وجبت فستق. عايزه اقول لكم بصراحه يعني كده بيني وبينكم ما تقولوش لحد، انا اول مره اساسا اجيبهم. انا كنت يعني لوز وبندق والمشمشيه
والقراصية اللي اسمها ايه المشمشية والبلح وقمر الدين والبتاع المدورة اسمها ايه التين المجفف اللي كنت بجيبهم. وكنت برضو بجيب عين جمل، لكن ما كنتش بجيب ولا كاجو ولا فستق. فقلت بقى اما جوزي يجي معايا بقى يقول لي جيب اللي انت عايزاه، بقيت بقى اجيب اللي انا عايزاه. جبت كمان ربع كاجو ب150 جنيه. الكاجو والفستق غاليين جدا، فالكاجو ده كان ربع كيلو ب150، فانا برضو جبت ايه ربع كفايه، هو برضو يعني كميه حلوه فاهمين. جبت كمان الفستق عامل 180 جنيه الربع كيلو. الاسعار اللي انا بقول لكم دي اسعار الارباع، تمام. بقول لكم على الربع اللي انا جبته بكام. يبقى البندق الكاجو عامل 150 جنيه، والفستق عامل 180 جنيه. طبعا عماله افتح الكاجو واخد منه والفستق، وشكل كده هخلصهم من قبل ايه ما نبتدي ان احنا نحطهم في المكسرات اساسا. عامة المكسرات دي بجيبها بتكفيني طول شهر رمضان، وبتكفيني كمان في العيد. فطبعا هما بقى نزل معايا، فقلت بقى خلاص، رحت جايبه بقى الفستق، ورحت جايبه العين الجمل، ورحت جايبه الكاجو. كنت بجيب منهم كميات قليله. بصوا ده انا قبلها بيوم كنت جايبه المكسرات دي، ده ربع كيلو كان عامل 75 جنيه مشكل، تمام، بقشره. الحاجة اللي متقشرة زايدة الضعف، يعني مثلا ربع ده ب75، تلاقي الربع من المتقشر ب150 جنيه. فانا جبت عين جمل ولوز وبندق. الكيس ده كنت دايما بجيبه على طول كده بقشره مشكل، تمام. والله على طول اول مره السنه دي ان انا اجيب الحاجه اللي هي متقشره من غير قشر. طبعا لقيتها احسن واوفر بكتير. بالنسبه ان انت لو وزنتي بقشره كده فهو اللي من غير قشر احسن. وكمان بقى قلت بدل ما نقعد بقى نكسر بقى ما عنديش كساره بصراحه، بنجيب ايد الهوم بقى ونقعد نكسر. بنفرش فرش كده ونقعد نكسر عليها بقى وبنبهدل الدنيا يعني. فانا ايه يعني، هو جه معايا بقى وقال لي هاتي اللي عايز انت نفسك فيه. فقلت له انا هجيبه اللي هو من غير قشر، فقال لي هاتي اللي انت عايزاه. فروحت بصراحه بقى ايه يعني انتقمت بقى فاهمين، وقال لي بقى هاتي اللي انت عايزاه، فخلاص بقى اجيب اللي انا عايزاه. فجبت بقى المكسرات كلها متقشره كده، وجبتها رباع برضو على قدنا، وكمان عشان الاسعار غاليه قوي. وبرضو يعني ايه انا عارفه حدود جوزي برضو ان انا ايه متعداش، يعني هو برضو اتفق معايا يعني انت هاتي وانا معايا كذا، ما تكتريش عن كده. بصراحه يعني فرتكنا حوالي 800 جنيه كده يعني. فالحمد لله يعني، وربنا يجعلهم بالخير والبركه يا رب. بصوا بقى انا عينت شويه الحاجات كده على جنب، وهبتدي بقى اعمل شويه تحضيرات كده ايه عشان تبقى جاهزه معايا في الايام اللي هو ايه يعني. هحضر اللهم صل على النبي. شايفين سامعين البومب والصواريخ؟ ده انا قاعده ومقفله البيبان والشبابيك والبلكونه وكله. ربنا يفرح الناس كلها يا رب، ويسترها عليهم من الصواريخ دي، يسترها على اولادنا يا رب. المهم بعمل ايه، انا بقى جبت شويه سوداني جرشتهم كده، ما حبيتش اعملهم بقى في الكبه عشان ما ينعموش قوي، انا عايزاهم متكسرين خشن. الله اكبر، انا خايفه انا اكل الخبطه دي بتوقع قلبي. ربنا يستر. بصوا بقى انا مش عارفه اتوترت. المهم انا حطيت انا هقوم اخش الاوضه اللي في اخر الشقه كده عشان يبعد عن الصوت ده شويه. بصوا المهم بقى ان انا ايه هعمل مكسرات مجروشه كده مشكله لحشوه بقى كنافه، حشوه القطايف تبقى جاهزه معايا. الحاجات دي بعملها قبل رمضان. عايزه اقول لكم ان انا بلعب في الوقت الضايع اللي هو خلاص احنا هنا صباح رمضان، يعني هنسحر بالفيديو ده يوم الجمعه. الحاجات دي جايباها والفيديو ده يوم الجمعه، فانا يعني هينزل لكم ان شاء الله كده يوم السبت، يوم السبت الصبح تمام. يعني هعمل الحاجات دي معاكم، وبعد كده ان شاء الله هعمل بقى ايه اشوف بقيه الحاجه بتاعتي بقى اللي انا ايه هجهزها للسحور. بصوا بقى حطيت شويه جوز الهند على شويه زبيب على شويه سوداني عملته كده بايد الهون زي ما انتم شايفين، كسرته كده ايه بخليه مجروش يعني متكسر حتت كده، مش بحبه ان هو يبقى ناعم قوي، يبقى الطعم باين كده يعني بيبقى بيجرش كده في البق اللي هو سوداني مجروش، تمام. وجبت بقى كمان شويه مكسرات كده، قلت اما احط عليهم مكسرات انا عينتهم على اساس ان انا الخلطه اللي انا بعملها كل سنه بتبقى زبيب وجوز الهند وسوداني. فقلت لا مني بقى، وجبت شويه مكسرات كده اللي هما من غير قشر وجاهزين معايا. فبقيت اخد بقى ايه، خدت بقى لوز، وخدت عين جمل، وخدت بندق، وكسرتهم برضو عليهم كده. انا كنت بكسرهم بالمقص، وبعد كده قلت اجرب بالعصاره بتاعت الليمون، فكانت بتكسرهم حلو يعني. فخلاص كده بقى نستعملها كساره المهم طبعا هي لو كسرته بيها اللي هو بقشره هتتكسر، متسمعوش كلامي انا بهزر.
المهم بقى كسرت بقى عليهم كده برضو تكسير اللي هو كبير برضو شويه واضح كده، عين جمل ولوز وبندق، وبرضو حطيت كاجو وفستق مع انه يعني سنه حدقان شويه، بس قلت هيعمل ميكس حلو. الحلويات كده اما تبقى مسكره ومسقيه بالشربات مسكره وفيها اللوز فيها الفستق كده والكاجو، يعني فيهم سنة حدقان كده شوية، هيدوا ميكس حلو. اللي هو حاجة بقى كده زي سويت اند صور، فهنشوفها بقى. يعني انا حاسه ان هي تبقى طعمها كويس تمام. فكسرت بقى كده شوية وهقلبهم بقى كده على بعض كويس كده بالمعلقة، واحطهم عندي في برطمان يبقوا جاهزين. هعمل قطايف، يبقى الحشوة جاهزة معايا، اخد منها واحط على طول. هعمل مثلا هحشي كنافة، هحشي جلاش، اي حشوة هعوز فيها مكسرات هحط. مثلا محتاجة هعمل مهلبية قمر الدين وعايزه احط شويه برضو على الوش، تبقى جاهزه معايا. فالحاجات دي بتسعف معاكي جدا، لان هي بتضيع الوقت كتير قوي 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 في نهار رمضان. تمام. فبجهزها كده وتبقى جاهزه معايا. كمان هعمل اللي هي اسمها ايه، الخشاف برضو بعمله بجهزه. عايزه اقول لكم ان انا كان عندي كيس من رمضان اللي فات فيه بقى فيه شويه، آه فطلعته في اول رجب كده وعملناه. فاهمين اللي هو بعمل خشاف ويبقى جاهز معايا برضو، باخده احطه على طول كده في قلب الميه، ويبقى خلاص يعني هحليه وبركنه بقى كده، يبقى جاهز معايا برضو، ولا اقعد اقطع ولا اي حاجه. المهم انا عملت الخلطه بتاعتي بقى دي كده، وهبتدي بقى ان انا اشيل الحاجه اللي حواليا دي كلها، وهروق الرخام. وعايزه اقول لكم ان انا هعينهم في الضرفه العاليه بعيد عن ايد ولادي، لان هم طبعا ايه بيبقوا بيقعدوا رايحين جايين عليهم، وهم بيفضلوا الحاجات دي اكتر من الاكل، يعني عندهم ما ياكلوش ويقعدوا ياكلوا في الحاجات دي مفيش مشكله، ويجي عند الاكل بقى لا احنا شبعانين مش عايزين ناكل، ولا مثلا بقى حته حلويات ويجوا مثلا على السحور لا احنا شبعانين. فانا بحط لهم كده يعني كميات بسيطه على قد ان هم ما تشبعهمش قوي عشان يعرفوا ياكلوا، على قد تحليه كده يعني تمام. المهم بقى بصوا، هنا كنت عامله فستق كداب، هتلاقوه على القناه بتاعه الوصفات، قناه عفاف كرم، حلو جدا وطريقته بسيطه. عاملاه بالسوداني، سوداني ولون جل اخضر، وعملناه طلع يعني بالجمال ده. بزين بيبقى الحلويات بيبقى حلو جدا كده. بقى معايا ايه الحشوات بتاعه ميكس الحشوات، اللي هو ميكس المكسرات لحشوه اي حاجه، اي حاجه من الحلويات، ومعايا الفستق الكداب. وهنا جبت بقى البلح ده، بصوا ده من السنه اللي فاتت كنت مكسراه ومجهزاه، يعني التجهيزات بتاعت قبل رمضان برضو كنت بقعد كده افصصه واشيل منه النقه بتاعته، وافتحه اتنين كده واخليه معايا، بس بحطه لوحده كده في برطمان. باجي بقى اخد حبه كده على قد ما انا عايزه واشطفهم كده بشويه ميه، واروح احطهم في الشفشق واحط عليهم شويه ميه يتنقعوا شويه بقى، واحط بقى عليهم الخشاف والقمر الدين، ويتنقعوا كده حوالي ساعه او ساعتين بقى على حسب، وبعد كده احليهم بقى وخلاص بتبقى الدنيا تمام. ولا اقعد بقى اكسر بلح ولا اعمل قمر الدين. وقمر الدين برضو ما بعينهاش الورقه بحالها، بقطعها كده الرولات، وهوريكم برضو قمر الدين اللي انا عملته دلوقتي. وبعينها برضو جاهزه، بحيث ان انا اخد واحط على طول كده، يعني يبقى العصير ايه حاجته جاهزه معايا، ما اقعدش ان انا اقطع وافصص والكلام ده كله. كمان لو هتجيبي قراصيا، انا السنه اللي فاتت كنت جايباها ومحدش رضي ياكلها خالص، ولادي ما رضوش ياكلوها، قالوا لي حادقه جدا، وهي فعلا كانت حادقه قوي. وكمان ما حبيتهاش برضو ليه، بيبقى لونها اسود كده في قلب العصير وبتبقى مش لطيفه، يعني في الخشاف كده بتبقى لونها اسود مش حلوه. انا بحط مع الخشاف موز، ودي بتبقى بقى ايه وسط الحاجه كده بتبقى سودا، يعني بيبقى منظرها مش لطيف بصراحه، بيبقى شكلها مش حلو، فانا ما رضيتش اجيبها. تمام. بس لو انت بقى بتحبي القراصيا وهتجيبيها، حطيها مع الحاجات دي الاول، بتشيلي منها برضو النقه بتاعتها، وتقطعيها بقى 2 او 3 قطع او 4 قطع على حسب حجمها، وبتحطيها ايه مع الحاجات المشمشيه والتين وقمر الدين والحاجات دي، وتقلبيها وتركنيها برضو عندك في علبه، وتبقى جاهزه معاكي على طول. تمام. الموز ما بيتحطش مع الحاجات دي، او هتحطي فراوله. طبعا الخشاف انا بحط فيه دايما موز، ساعات لو عندي فراوله بحط فراوله، ما عنديش خلاص. طبعا الخشاف ده عباره عن فواكه مجففه، اللي هو المشمش، يعني المشمش مجفف، والتين برضو مجفف، والقراصية اللي هي البرقوق ومجففة. فلو انت حطيتي معاها اي فواكه طازة من السوق بتبقى حلوة جدا، وكمان تبقى مغذية وفايدتها تبقى عالية قوي قوي قوي.
طبعا فوائد المشمش وهو مجفف غير وهو طازه، يعني الفوائد بتاعه المشمش وهو مجفف برضو ليه فيتامينات تانية خالص وهو طازه، وبرضو هكذا التين وهكذا القراصية. فممكن تعملي الخشاف ده وتزودي بقى عليه، ممكن تقطعي معاه تفاح قطع صغيره، تقطعي موز، تقطعي فراوله، وما تقلقيش التفاح والموز مش هيسودوا لان طبعا هنبقى حاطين فيهم ميه زي العصير. ممكن كمان تحطي قمر الدين، يعني لو مش عايز تحطي قمر الدين وميه بتحطي عصير برتقان، وممكن عصير برتقان مع قمر الدين، بس انا لو حطيت قمر الدين ما بحطش برتقان. معظم الاوقات بعصر البرتقان وبحطه مع الخشاف، بيبقى حلو جدا وبيبقى طعمه حلو قوي قوي. والتانج برضو ساعات بحط تانج بيبقى حلو، لكن ما بعملش ميه بس كده ساده، مش بنحبها وما بيشربوهاش. لكن لما بكون حاطه عصير برتقال او تانج بيتشرب صراحه كله ما شاء الله، يعني اللهم بارك، و يعني ما بيباتش ولا بيقعد لتاني يوم ولا اي حاجه. فدي افكار انا بديها لكم برضو عشان لو عندكم نفس الحكايه ولادكم مش بيحبوا الحاجات دي، تقدروا ان انتوا تحطوا لهم البرتقان او الفواكه كده اللي هي الطازه، فتخليهم ياكلوا الخشاف كده ويبقى حلو زي الكوكتيل كده. بصوا بقى انا قمر الدين بمسكه قطعه، انا عايزه اقول لكم ان انا كنت بقول لكم بصوا عامل زي البلاستيك. بسم الله الرحمن الرحيم اتخضيت. القمر الدين ده عامل زي البلاستيك، انا هوريكم اللي انا عاملاه دلوقتي، والله جميل طري حلو جدا جدا، ما تفرقوش والله عن اللي بره، طعمه زي طعم اللي بره بالظبط، طعمه حلو جدا. لكن ده مش زي السنه اللي فاتت، كنت جايباه السنه اللي فاتت كان حلو كده وطري شويه زي اللي انا عاملاه، لكن ده ناشف جدا عامل زي البلاستيك. يمكن هتشوفوا وانا بقطعه بايدي بشده كده حرفيا زي البلاستيك، جلد ناشف كده. فمش عارفه بقى هم غشوه ولا ايه، عامه يعني قمر الدين ده انا مش هعمله اصلا تاني، اما المشمش يطلع ان شاء الله هجيب حبه واعملهم. ولو ما طلعش برضو عايزين ناكل قمر الدين هعمله بالجزر زي ما انا ما عملته. بصوا ده اللي انا عاملاه، عايزه اقول لكم حلو جدا، طعمه حلو قوي 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 قوي. فبرضو هتلاقوه على قناه الوصفات بتاعت عفاف كرم، هتروحوا برضو تلاقوه هناك لو حابين تشوفوا الطريقه بالتفصيل. فبصراحه في البيت حلو جدا واوفر بكتير، يعني عملته ما كلفش معايا 15 جنيه، وعملت لفه زي اللي انا جايباها ب80 جنيه دي. المهم مسكت القمر الدين لفيته رول كده وحطيته برضو يبقى جاهز معايا في العلبه، ان انا افتح العلبه اخد واحده احطها في الميه تتنقع كده وتفك، قبل ما انا ايه مثلا هشوف هعمل اكل ايه او هعمل ايه، بدل بقى كل شويه اطلعها واقطع والزق ايدي والزق الدنيا واقفلها وعينها، لا بقطعه كده رولات واحطه في العلبه واخد منها على طول. العلبه دي بقى بشيلها في ظرفه المطبخ، ما بحطهاش في التلاجة، لو انت عايزه تحطيها في التلاجة مفيش مشكله، لكن انا كل الحاجات دي بشيلها في ظرفه المطبخ. والمكسرات والفواكه المجففه اللي انا قطعتها على بعضها دي وقطعت معاها قمر الدين، كل ده بشيله في ظرفه المطبخ. بصوا بقى عملت ايه كمان، عملت تمر هندي، عملت تانج برتقان، عملت صوبيا، عملت مشروب الكركديه او العناب، والمكسرات معايا والفستق، الفستق الكداب. ويعني خلاص كده جهزت الحاجه بتاعه العصاير، بس طبعا قمر الدين ده هنشيله على جنب. خلاص كده دي حاجه الفطار كلها انا جهزتها، بتاعه الحلويات والحاجات المشروبات. المشروبات دي برضو هتلاقوها كلها على قناه الوصفات، كله فيديو مختص بنفسه في الحاجات دي كلها. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون استفدتوا، واسيبكم في رعايه الله، اشوفكم في فيديو جديد على خير، كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.